اهلا وسهلا بيكم على قناه عدلي تيوب. معاكم جرجس عدلي، سينيور الكتريكال تكنيكال اوفيس انجينير. والنهارده الفيديو بتاعنا هيكون مختلف عن باقي الفيديوهات، وده لاننا في الفيديو بتاعنا النهارده مش هنعمل فاميلي جديده، لكننا هنجاوب على الاستفسار اللي جالنا من المهندس خالد. المهندس خالد اثناء مشاهدته للفيديو الخاص بالدبل فيس كلوك فاميلي لاحظ في الدقيقه 13 و9 ثواني ظهور الشكل الدائري اللي هو ظاهر قدامنا ده. لقى الشكل ده ظهر في الفيديو بدون ما نرسمه في الجزء اللي قبل، وبعت لنا استفسار على القناه بيوضح لنا فيه النقطه دي. وفي الحقيقه انا لما رجعت الفيديو لاحظت فعلا ان الجزء اللي انا رسمت فيه الشكل الدائري ده في الفيديو تم حذفه بالخطا اثناء عمليه المونتاج. علشان كده النهارده انا هشرح باذن الله ازاي رسمنا الجزء ده في الفاميلي، بحيث يكون الجزء ده مكمل للفيديو الكامل اللي هو رسمنا فيه الدبل فيس كلوك فاميلي، وتكون الدنيا واضحه تماما، ما يكونش فيه اي استفسار او اي نقطه ما كانتش واضحه اثناء الفيديو. دخلنا دلوقتي على برنامج الريفت، وده الشكل اللي احنا كنا وصلنا له قبل رسم الجزء الدائري. ده عباره عن السبورت الخاص بالساعه والقاعده الخاصه بيه، وده الشكل اللي كان ظاهر عندنا في الريفرنس ليفل الخاص بالفاميلي، وده الشكل اللي كان ظاهر عندنا في الفرونت فيو. واحنا دلوقتي عاوزين نرسم الجزء الدائري اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو يعتبر استكمال للسبورت الخاص بالساعه. فعلشان ارسم الجزء ده ارسمه ازاي؟ اول حاجه هروح على الريفرنس ليفل، وهاجي هنا كده انا عاوز اخلي الجزء ده التخانه الخاصه بيه هي نفس التخانه الخاصه بالسبورت الخاص بالساعه. فهاجي هنا كده هعمل ريفرنس بلان الاختصار بتاعه ار بي، وهاجي اختار الخط ده، الخط الاخضر ده، واختار الوش الخاص بالسبورت من هنا والوش الخاص بالسبورت من هنا. بعد كده هاجي امسك الريفرنس بلان بتاعي اللي انا رسمته واعمل له اكسباند شويه كده علشان يبقى ظاهر معايا، وهغير الاسم الخاص بيه، هخلي الاسم الخاص بيه 1-1. وهمسك برضو نفس الكلام الريفرنس بلان، ممكن بس اصغر السكيل الخاص بالانوتيشن شويه، وهاجي كده همسك الريفرنس بلان الثاني وهخلي الريفرنس بلان ده الاسم الخاص بيه 2-2. انا دلوقتي عاوز ارسم الجزء الدائري بحيث ان هو يكون بين الريفرنس بلان 1-1 والريفرنس بلان الثاني اللي هو 2-2. فهاجي كده هدخل على الفرونت فيو، واول حاجه هعملها هدخل على كرييت واختار ست ورك بلان، وهاجي كده من هنا هختار الريفرنس بلان 1-1. انا عملت الخطوه دي ليه؟ علشان اي حاجه ارسمها هتبقى هوستد على الريفرنس بلان ده. بعدين هضغط على اوكي، وهاجي بعد كده هعمل اكستروجن من كرييت، هضغط على اكستروجن واختار الشكل الدائري ده اللي هو شكل الدايره، وهاجي كده هرسم دايره القطر او نص القطر بتاعها 70 مللي. فعلمت هنا على راديوس واختار نص القطر بتاعي 70 مللي، وهضغط هنا كده في المكان ده. بعدين او ممكن علشان يعني اعمل الاوفست بتاعي بشكل مظبوط هضغط على كنترول زد، هختار اهو السيركل واختار الراديوس اللي هو 70 اللي انا كاتبه. الدبس هنا انا ممكن اسيبه 20 برضو مفيش مشكله، وهاجي هنا كده اعمل الدايره بتاعتي هختارها من الميدل بوينت بتاع السبورت وهضغط عليها. ده ليه؟ هنشوف دلوقتي حالا دي. بعدين هنيجي نختار دايره ثانيه. انا كده رسمت الاطار الخارجي للساعه بعد او الاطار الخارجي للحامل الخاص بالساعه. بعدين هضغط على الدايره دي مره ثانيه وهضغط على الراديوس وهخلي الراديوس بتاعي 60، وهضغط هنا كده. كده الاكستروجن اللي هيترسم لي هيبقى اكستروجن مجوف من الداخل. بعدين هاجي اختار الدايرتين دول وهعمل موف للشكل ده، اعمل له موف 70 مللي. ليه 70 مللي؟ علشان يبقى مماس للسبورت ده، وعلشان كده انا كنت رسمته من الميد بوينت الخاصه بالسبورت. بعد كده هضغط على فينيش. كده انا رسمت الشكل الدائري. تعالى كده نشوفه في ال 3 دي. ده الشكل الخاص بيه في ال 3 دي اللي كان ظاهر عندنا في الفيديو في البدايه. ولو دخلت كده على الريفرنس ليفل هتلاقيه اهو مرسوم. ده الشكل اهو اللي احنا لسه راسمينه. وخد بالك التخانه ال 20 مللي دي اللي هو الدبس ده
هو نفس التخانه الخاصه بالسبورت الرأسي اللي احنا كنا شايفينه من شويه. لو انت عاوز تزود التخانه اهي، زودنا كده التخانه، لاحظ الدبس بتاعنا اتغير. هرجعها مره ثانيه اهي، لاحظ انها رجعت 20 مللي مره ثانيه، وده الشكل بتاعنا اهو في ال 3 دي. وبكده نكون جاوبنا على استفسار المهندس خالد اللي كان بيسأل ازاي رسمنا الجزء الدائري ده. وتقدر ترجع تكمل الفيديو الأساسي بعد الدقيقة 13 و9 ثواني وتستمتع بمشاهدة الفيديو. ولو في أي استفسار تاني سواء خاص بالفيديو ده أو أي فيديو آخر، اكتب لي في الكومنتات وإن شاء الله هعمل لك فيديو للإجابة على استفسارك. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وشير واشترك في قناة عدل تيوب علشان يوصل لك كل الجديد في عالم الريفت والبيم. بشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء.